بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بياننا من ريف القصير. أقول لكم إخوتي، أن ملايين من الناس تراقب الآن كيف ستحسم المعركة في القصير دون أن يلتفتوا إلى الوضع الإنساني الكارثي في هذه المنطقة. لن أطول عليكم بوصف الوضع الكارثي والمأساوي جدا جدا في هذه المنطقة، لكن أقول لكم بأن السكوت عن الوضع في القصير جريمة يشارك فيها الجميع، ويشارك فيها كل من تخاذل عن نصرة الأهالي في مدينة القصير. نحن لا نريد جمهورا، فنحن لسنا في مسرحية هزلية ولسنا في لعبة كرة قدم. نريد أفعالكم، نريد تحركا فوريا لإخلاء الجرحى والمدنيين. نحن مستعدون لتحمل كافة التبعيات المترتبة علينا جراء إخلاء المدنيين. فقط تحركوا لإنقاذ ما تبقى من مدينة القصير، فنحن على وشك الانهيار. نستحلفكم بالله، نستحلفكم بمحبة سيدنا محمد وبمحبة سيدنا المسيح أن تتحركوا فورا. نناشد الملك عبد الله، نناشد خادم الحرمين الشريفين، ونناشد الأمير حمد. نناشدكم بالله، نناشد كل علماء المملكة العربية السعودية وكل علماء الأمة الإسلامية بأن يتحركوا فورا. نحن نباد من قبل الشيعة، نحن نقتل ونذبح، نحن على أبواب كارثة إنسانية كبيرة ومذبحة جماعية. لن نذكركم ببابا عمر ولن نذكركم ببانياس، لكن نقول لكم أنقذوا ما تبقى من مدينة القصير ومن ريف القصير. نحن اليوم نقصف بشكل همجي لم يتصوره العقل ولم تتصوره الإنسانية من قبل. والله العظيم، والله العظيم، مئات الجرحى اليوم والبارحة ليلا سقطوا. ها هي القصير قد ذهبت من بين أيدينا نتيجة تخاذل كل من تخاذل عنها وكل من تخاذل عن نصرة القصير. أنتم أيها العرب والمسلمون كلكم شركاء في هذه الحملة الهمجية. أين أنتم يا أهلنا في لبنان؟ أين أنتم يا أهلنا في طرابلس؟ هؤلاء اللبنانيون القتلة المجرمون الذين أتوا إلى هنا حزب اللات ليقتلونا، ألم يحرككم الإسلام؟ ألم تتحرك فيكم ضمائركم لتقوموا عليهم وتقتلوهم من الخلف؟ ها هي القصير قد ذهبت من بين أيدينا. ليفرح العرب جميعا وليفرح المسلمون جميعا. ها هي القصير قد ذهبت اليوم، فافرحوا وغنوا وانطربوا. حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. غدا أو اليوم ستنتشر أخبار المآسي والمجاسر المروعة على التلفزة. فماذا أنتم فاعلون أيها العرب؟ فماذا أنتم فاعلون أيها السوريون؟ يا أهالي القلمون، يا أهالي دمشق، يا أهالي الرستن وتلبيسة، يا أهالي حمص، كلكم تخاذلتم عن نصرة القصير. كلكم كان شريكا في بناء الدولة العلوية، فسقوط القصير، سقوط حمص وسقوط حمص كان مقدمة لسقوط سوريا بأجمعها. نحن قلناها وقلناها لكم مرارا وتكرارا أن نصرة القصير واجب شرعي عليكم. وأقول لم يعد مقبولا من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي عدم التحرك لنصرة القصير، ولم يعد الكلام يجدي معكم، فقد أدركنا ضعفكم وتخاذلكم. كلكم جميعا شركاء في هذه الجريمة، من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي إلى الائتلاف الوطني إلى المجالس العسكرية وحتى مجلس الأركان وحتى القائد سليم إدريس. كلكم ضعفاء، كلكم كاذبون ووعودكم كاذبة، لأنكم لم تقدموا شيئا إلى القصير. 170 رجلا دخلوا إلى القصير فقط من لواء التوحيد، ولكن هؤلاء الرجال رفعوا من معنوياتهم ونقدر دخولهم إلى القصير عاليا. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. نريد منكم رجالا يفكون الحصار عن القصير من الخارج، أن يضربوا من الخارج. فنحن الآن بمأزق كبير وعلى أبواب كارثة إنسانية كبيرة. عشرات الآلاف من المدنيين سترتكب بحقهم مجازر جماعية مثل ما ارتكبت في بابا عمر وبانياس، دون أن تحرككم ضمائركم ودون أن تحرككم الإنسانية التي فيكم. قتلتم كل شيء فيكم وبعتم كل شيء فيكم. حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. إلى من يتباكى على أهلنا في القصير نقول لكم أننا لسنا بحاجة لدموعكم، ولسنا بحاجة لمشاعركم، ولسنا بحاجة لتعاطفكم. أوجه كلامي إلى الائتلاف الوطني الخائن، وأوجه كلامي إلى قيادة الأركان الخائنة،
وإلى المجالس العسكرية الخائنة، فقد بعتم دمنا وبعتم القصير بأكملها وريفها أيضا. حسبنا الله عليكم أيها الخونة جميعا. أقول في النهاية أنني أستحلفكم بالله سيادة الملك عبد الله والأمير حمد أمير دولة قطر، أستحلفكم بالله، أستحلف كل شريف وكل حر في هذه الأمة العربية والإسلامية أن تتحركوا اليوم في هذه الساعات القليلة، فنحن على أبواب مجزرة مروعة. والله إن كلامنا نابع من القلب وصادق بإذن الله. سقطت القصير وسقطت الأقنعة وسقط كل شيء اليوم، لأنكم تخاذلتم ولأنكم تواطأتم ولأنكم لم تنصرونا منذ اليوم الأول. قلناها مرارا وتكرارا أن حربنا كانت ضد أهل السنة. حشدوا كل القوات الإيرانية وكل قوات حزب الله علينا وكل القوات العراقية من المرتزقة الشيعة الأنجاس لكي يقتلونا ويذبحوننا، ولكنكم أنتم أيها المسلمون أيها العرب تخاذلتم عن نصرة أهلكم في القصير، وإن الله لكم بالمرصاد، وإن الله لكم بالمرصاد. نقول لكم أننا نحن هنا صامدون صابرون محتسبون أجرنا عند الله، محتسبون أجرنا عند الله، وحسبنا الله عليكم.